المؤرخين كانوا يذكرون الجامع الأموي الكبير في دمشق بأوصاف كنا نقرأها فما كنت أتصورها حقيقة في ذهني. الآن لما أكرمنا الله عز وجل بدخول هذا الجامع الطيب وهذا الفتح العظيم، فعلا وجدنا هذه الأوصاف تنطبق. فعلا جامع مهيب لم أستطع نتجاوزه إلى الآن، يعني كل ما نروح نرجع له من جديد. ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يعمر بالدعوة، اللهم آمين. حقيقة يا أخوة، إذا أردنا أن نقف وقفات، نقف مع وقفات النصر. ما هي أسباب النصر والفتح في سوريا اللي أكرم الله عز وجل بها عباده من فضله وكرمه؟ من أهم نتائج النصر فضل الله عز وجل أن هذه الساحات الخارجية للجامع الأموي كانت تمتلئ بالروافض، لطم ولطميات ويعملون البدع والشركيات. كانوا بفضل الله عز وجل الآن تحولت، انظروا من الموجودين هنا كلهم مجاهدون بفضل الله عز وجل، أهل السنة والجماعة اللي حملوا السلاح وجاهدوا في الله تعالى وثبتوا وصبروا وفتح الله عليهم. هذا فضل الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، بينما هؤلاء فروا هاربين إلى إيران. فضل الله عز وجل، اللهم لك الحمد. لذلك يا أخوة نقول من دروس النصر والتحرير في سوريا، الأمر الأول: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عند الله عز وجل، نطلبه من رب العزة والجلال حتى ينيلنا إياه، رب العزة والجلال، رب العزة والجلال الكريم سبحانه وتعالى. الدرس الثاني أن الله تعالى يفتح على العاملين الصابرين، يفتح على من يعمل ويصبر. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، على قدر عملك تنال، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. الأمر الثالث حقيقة يا أخو من أسباب النصر في سوريا: مهما كان عظم قوة العدو فإن الله تعالى أقوى، فإن الله تعالى أقوى. كم كانوا يضخمون جيش النظام وإيران وروسيا يقاتلونكم لا تستطيعون عليهم أنتم ضعفاء، فالله عز وجل نصر عباده نصرا مؤزرا. الله تعالى أقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهزم 12,000 من قلة. ما إن بلغ عدد المجاهدين تقريبا 12,000 وزيادة إلا وفتح الله عز وجل عليهم البلدان. هذا فضل الله تعالى. فإذا لا يهزم 12,000 من قلة إذا كانوا أهل عقيدة وأهل قتال وأهل إعداد في سبيل الله تعالى. ورأينا جيش النظام والله يا أخوة أعدادهم بمئات الآلاف، بمئات الآلاف، يعني ما أقول عشرات الآلاف، من تقريبا حمص إلى دمشق كله عناصر جيش نظام يمشون يمشون على الطرقات، يعني منهم من مأسور ومنهم اللي ألقى سلاحه وصار يمشي ومنهم الهارب. عدد كبير ضخم جدا يهربون من دمشق، من القطع العسكرية حوالي دمشق ومن درعا ومن مناطق القلمون، يعني ضخم جدا. بس لو عندهم ثبات بسيط جدا لكانت معارك طويلة لا تنتهي. لكن هذا فضل الله تعالى ونصره لعباده المجاهدين، ألقى في قلوبهم الرعب فولوا هاربين مع أن أعدادهم كبيرة ضخمة جدا، وهذا فضل الله عز وجل. أيضا من دروس النصر في سوريا أيها الكرام أن الدائرة ستدور على الظالم. أي ظالم والله العظيم أنه سيأتيه يومه، والله العظيم أنه سيأتي يوم يقتلعه رب العزة والجلال ويهينه ويذله جل في علاه جزاء وفاقا بما عمل. قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: لأنصرنك ولو بعد حين. كيف النظام كان يرهب الناس، كيف كان يزرع الجواسيس بين الناس، وكيف الآن سجن صدنايا مأساة عظيمة، كل يوم يأتينا خبر جديد. إلى الآن ما وقفنا صراحة على كل أخبار السجن، شيء عظيم جدا. 40 سنة 50 سنة 30 سنة 25 سنة، مع ذلك الله عز وجل لما تمكنوا الله عز وجل أزال دولتهم الظالمة بفضل الله عز وجل. إذن ستدور الدائرة على الظالم بعون الله تعالى. أيضا من دروس النصر الصبر والثبات في طريق نصرة الدين، فكم سقط الكثير ممن استطال الطريق واستعجل النصر. والله يا أخوة في أناس سقطوا قبل الفتح بأسبوع أسبوعين، منهم من سقط قبلها بسنة سنتين. ليش؟ قالوا خلاص استمرت وطالت وأنا ما كذا كذا، وترك الجهاد أو ترك نصرة المجاهدين بسبب يعني جهل بسنن الله تعالى، وأنه ما يلقاها إلا الذين صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فبالصبر ينال النصر وينال الفتح وينال الفضل من رب العزة والجلال. الله من قمة جبل قاسيون، الجبل الذي تغنى فيه الدمشقيين كثيرا. كان يذكر الشيخ علي طنطاوي على مائدة الإفطار، يذكر جبل قاسيون وجماله، كيف يحبوا الشاميين الدمشقيين. الحمد لله الآن ترفع عليه راية لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد. يقولون لنا الدمشقيين
صارنا سنوات طويلة لم نصعد على الجبل، ما صعدوا على الجبل، كان يمنعهم ويحرمهم النظام المجرم. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على فضلك وكرمك، اللهم لك الحمد.